مشكلة كبيرة في دفاع نادي الزمالك. هيعمل ايه فيريرا النهارده في المشكلة الكبيرة اللي هتبقى في دفاع الزمالك؟ هيحلها ازاي؟ خليك متابع معانا لغاية اخر الفيديو. فيريرا النهارده عنده مشكلة مهمة، وهي مشكلة كانت في ماتش وادي دجلة، ان الونش اتطرد في اخر الماتش. فالنهارده هيلعب قدام المصري المتصدر في هجوم قوي دغموم، وصلاح محسن هجوم قوي جدا، وهداف الدوري طبعا دغموم. هيعمل ايه فيريرا؟ هيحاول، هل هيدخل محمد اسماعيل ولا صلاح مصدق؟ صلاح مصدق لعب قبل كده جنب حسام عبد المجيد وقدر يجيد، فالاقرب هو صلاح مصدق، ولكن كل الجماهير وكل الاراء بتقول ان محمد اسماعيل بيعرف يطلع بالكوره كويس جدا احسن من صلاح مصدق. هنشوف النهارده هيبدا ازاي. هنشوف النهارده هل هيبدا بفيريرا فيريرا هل هيبدا بمحمد اسماعيل ولا صلاح مصدق؟ ولكن الاقرب هو صلاح مصدق، والحل هو صلاح مصدق يبدا اساسي. وايضا في مشكله مهمه جدا 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 في هجوم نادي الزمالك، هو غياب شيكو بانزا، انه اتاخر عن النادي في الرجوع من المنتخب، تاخر كتير جدا، فعشان كده المدرب استبعده عن المباراه. مين اللي هيبدا مكانه؟ اعتقد بنسبه كبيره ادم كايد هو اللي هيبدا مكانه. والنهارده المباراه هتبقى خطيره جدا، فعوده دونجا وعبد الله السعيد جنب بعض، وقدامهم ناصر ماهر، وعلى اليمين هيبقى بزيرو، وعلى الشمال هيبقى ادم كايد، والفيرود هو الدباغ. خلينا نستعرض تشكيل نادي الزمالك، والاهم هو غياب محمود الونش وغياب شيكو بانزا. هيبقى في حراسه المرمى بالتاكيد محمد صبحي، على اليمين عمر جابر، على الشمال هيبقى بنتايج، في خط الدفاع حسام عبد المجيد وصلاح مصدق، في خط النص دونجا وعبد الله السعيد، وقدامهم ناصر ماهر، على اليمين خوان بزيرو، وعلى الشمال ادم كايد، والهجوم عدي الدباغ. دي كانت تشكيله الزمالك، اهم تفاصيل نادي الزمالك قدام المصري المتصدر، وصراع الصداره ما بين المصري والزمالك. كان الكلام النهارده عن المصري والزمالك. تنساش اللايك والاشتراك في كلام في الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.